عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل كده فيديو خفيف وسهل وبسيط جدا. هنعمل طاجن المكرونة بالفراخ اللي بيتباع في محلات الكشري، وهنشوف ازاي يطلع حلو كده وقالب ما شاء الله. شوفوا شكله عامل ازاي. طبعا الشكل حلو والطعم كان احلى. هنبتدي كده مع بعض ونقول بسم الله. هنرفع حلة على النار وهنحط فيها بمقدار 5 أو 6 معالق زيت كبار، وهروح نازله بمكعبات الفراخ. طبعا الفراخ دي اللي كانت صدور وانا خليتها ماشي، وقطعتها مكعبات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ماشي. طبعا اول ما هحطها مش هقلب فيها ولا حاجه، انا بس بفردها كده في الحله وبظبطها، بس هسيبها لحد ما تتشمع معايا وتاخد اللون اللي هو الابيض بتاع الفراخ ماشي بالشكل ده كده. اول ما هتوصل المرحله دي هنروح نازلين عليها ببصلتين مقطعاهم مربعات او مكعبات، مش عارفه ايه مربعات دي، مكعبات كده بالشكل ده. وهنستنى لما تدبل خالص، وهنروح بقى نازلين عليها بالملح نظبطه. وهنحط نص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت كده قرن من الفلفل. هي كده دلوقتي جهزت خلاص بقى معانا، وهنشيلها وهنحط بقى حلة تانية، وهحط فيها بمقدار معلقتين من الزيت، ومعلقة صغيرة توم مفروم. طبعا التوم ده انا مش هستنى لما يحمر خالص، انا بس هاديله تقلبتين كده، واول ما احس ان ريحته طلعت يبقى كده خلاص هو جاهز ماشي، مش هحمره خالص. وهنزل عليه ب5 معالق من الخل. طبعا التكة دي اللي مهمة قوي، وهما بيعملوا كده في المحلات بتاع الكشري، هو ده اللي بيدي الطعم بقى. وهروح نازله عليهم بشفشق كده من الطماطم بالشكل ده كده. وهبتدي بقى اظبط الملح. طبعا الملح على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. هحط نص معلقه برضو من الفلفل الاسود، ونص معلقه من السبع بهارات بالشكل ده كده. وهظبط الملح بتاعي، وهحط معلقه صغيره من السكر طبعا عشان الحموضه اللي في الطماطم ماشي. ادي بقى تقليبه كده، وهروح مغطياه وهستنى بقى لما تتعصج. طبعا بعد ما وصلت بقى المرحله دي هروح ضيفه عليها 3 كوبايات من الميه. طبعا لو انتوا عندكم شوربه خلاص تمام، يبقى هنضيف شوربه، بس انا ما كانتش متوفر عندي الشوربه فحطيت ميه. حطيت 3 كوبايات من الميه، وبما ان مفيش شوربه فانا رحت حاطه برضو مكعب من مرقه الدجاج. وهسيبها طبعا بعد ما حطيت الميه هسيبها بقى تاخد غلوه كمان، عشان طبعا لازم نحطها على المكرونه وهي بتغلي، ما ينفعش احطها بارده او تكون خلاص بردت خالص معايا، لازم نحطها سخنه عشان تكمل غليان في قلب الطواجن بقى وهي في الفرن. طبعا عندي كده الطواجن هجيبها، طبعا الطواجن باينه ان هي كبيره بس هي مش كبيره ولا حاجه، صغيره. وهوزع فيها الفراخ بالشكل ده. الفراخ دي طبعا كانت بمقدار كيلو، يعني كانت عامله معايا كميه حلوه. وهنبتدي بقى كده نسوي الفراخ في الطواجن عشان ما نيجي نقلبها طبعا يطلع شكلها حلو كده والفراخ متسويه من فوق. ماشي. فاض طبعا شويه كده من الفراخ، فانا جبت طاجن كبير سنه كده ورحت حطاهم برضو. طبعا الطواجن دي ما بيختلفش عليها حد، الكبير والصغير بيحبها. هنبتدي بقى نحط المكرونه. المكرونه طبعا هنحطها كده
المكرونه سواء سايبه او اكياس عادي مش هتفرق خالص. بس طبعا مش هنكتر في المكرونه، لازم نسيب مسافه كبيره علشان الغليان بتاعها ما يفرش في قلب الفرن. وكمان لان المكرونه لسه هتنفش معانا وهتنفخ، يعني مش زي ما هنحطها هنلاقيها، لا هتاخد برضو مساحه، فما نكترش في المكرونه. وهنبتدي بقى نحط كده الصلصه بتاعتنا، يا دوب بس تغطيها، يا دوب تغطيها. ماشي. هجيب بقى معلقه، والحركه دي مهمه جدا، ان انا افتح كده ما بين المكرونه واخلي الصلصه تدخل جواها، عشان لما اجي اكل ما الاقيش المكرونه ماسكه او مكلكعه كده وحته واحده، لا تبقى كل واحده بوحدتها كده. بنزل بس الصلصه كده ما بين المكرونه عشان تبقى المكرونه مفروده معانا كل واحده لوحدها، ما تبقاش لازقه. طبعا انا حاطه هنا الصلصه وهي بتغلي، يعني دوب نزلتها من على النار وحطيتها عشان تبقى سخنه جدا وتدخل بقى في قلب الفرن تكمل. طبعا انا هنا مسخنه بقى الفرن من قبلها كده ب10 دقايق او بربع ساعه على درجه حراره 200. ولو الفرن عندك بطيء شغليه على 220 240. هو خد معايا وقت نص ساعه بالظبط في الفرن على درجه حراره عاليه، وبعد كده سبتها 5 دقايق، من 5 ل10 دقايق على حرارة متوسطة او اللي هي يعني واطية شوية، زي ما بنعمل الرز كده، عالي في الاول وبعد كده بنهدي. وانتي هنا طبعا بتسمعي صوت الغليان بتاع المكرونة وهي في الفرن. طول ما في صوت غليان يبقى هي كده لسه بتكمل، وتسيبي عليها النار عالية. مش طبعا هي كده هنا طلعت من الفرن اهي ما شاء الله بالشكل ده كده. طبعا مش هقدر اقول لكم ان المكرونه زي بتاع بره، بس اقدر اقول لكم ان هي احلى من بتاع بره، وانتوا ان شاء الله هتجربوها هتدعوا لي. طبعا الطواجن كانت سخنه قوي، يعني انتوا بقى استنوا شويه عليها تهدى مثلا بتاع 5 دقايق، بس انا ما كانش ينفع اهدى خالص عشان كتاكيتي كانت واقفه حواليا ومش هينفع. شوفوا بقى ما شاء الله، يعني مع انها سخنه جدا لكن نزلت قالب وشكله سليم وحلو تحفه بصراحه، يعني كانه قالب كيك ما شاء الله. وطبعا خدوا بالكم ان المكرونه دي بتتاكل سخنه، يعني لما بتتساب وتبرد شويه مش بتبقى بنفس الطعم لما تتاكل وهي لسه طالعه او لسه سخنه. يعني اعملوا الكميه على قد ما هتاكلوا. ما شاء الله جميله. شوفوا بقى شكلها طالع عامل ازاي ما شاء الله. شوفوا بقى المكرونه كل واحده لوحدها كده مع قطعه من الفراخ، والطعم طبعا الله ما شاء الله. يا رب ان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله وتجربوها وتدعوا لي. واللي اول مره يشوفنا يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس على كل عشان يوصلكم مننا كل جديد، واوعوا تنسوا اللايك. السلام عليكم.